السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. النهارده بقى وصفه جميله جدا، وصفه العيد الحلوه. هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقه سهله جدا 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 بدون مكنه. هنعمله كله بالقمع بطريقه سهله خالص وبسيطه للمبتدئين، وكمان اللي ما عندهمش مكنه هيبقى حلو جدا جدا واقتصادي وجميل قوي، وهيطلع معاكي باذن الله دايب زي كده. شايفين الشكل؟ هيطلع معاكم احلى من كده كمان، وطعمه كمان هيطلع حكايه حلو قوي خطير. يلا بينا نبتدي في المقادير على طول. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق نخلاه كويس جدا جدا، وبعد كده معايا صفارين بيض، تمام، وبيضه كامله، صفارين بيض وبيضه كامله. ومعايا كيلو الا ربع من السمنه، تمام، كيلو الا ربع من السمنه، وكوب سكر بودره، كوب كبير سكر بودرة، ومعايا فانيليا، ومعلقتين كاكاو كبار، واقل من يعني حاجة بسيطة جدا لا تذكر من البيكنج باودر. ممكن تحطيه وممكن لا، براحتك، ده اختياري، تمام. انا هنا مش هحطه، ممكن اقل حاجة بسيطة جدا، يعني ممكن تحطيه وممكن لا. العجان بقى هنستخدمه النهاردة، تمام. ممكن تستخدمي كمان المضرب الكهربائي. يعني المضرب اليدوي انا بحس ان هو بياخد مجهود منك قوي، تمام، عشان انت عايزه هتقعدي تضربي كتير جدا 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 عشان خاطر تحصلي على النتيجه الممتازه. فانا هنا هستخدم العجان اللي هو ده، تمام، العجان الكهربائي. بعد كده حطيت اول حاجه خالص السمنه انا بحاول ادوبها كده بالعجان الاول او بالمضرب، بدوبها لوحديها الاول خالص، تمام. السمنه او الزبده هحاول ادوبها كويس قوي قوي بنفس الطريقه دي. بعد كده لما تلاقيها دابت خالص كده ولونها بقى فاتح شويه، بروح ضايفه على طول السكر البودره. اول ما تضربي الزبده كده تلاقيها لونها بقى فاتح او دابت، تروحي ضايفه على طول السكر البودره. احنا قلنا كوبايه من السكر البودره على كيلو الا ربع من السمنه، كيلو الا ربع من السمنه، تمام. عليهم كوب من السكر البودره عشان يطلع معاكي مظبوط. تفضلي تضربي فيهم كويس جدا 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 لغايه لما يتعمل معاكي زي فوم كده، فوم ابيض كده، والقوام يتقل معاكي. تضربي بقى مدة ما تقلش عن 10 دقايق، سواء بالعجان او بالمضرب الكهربائي. انا بحاول كل شوية بعلي السرعة بالراحة بالراحة كده، يعني ما بعليش اول مرة خالص، لا، بعلي واحدة واحدة. شايفين القوام؟ خلاص كده وصلت للقوام اللي انا محتاجاه، كريمي وبيض بقى، وبقى شكله جميل جدا، بقى عامل زي الكريم شانتيه كده، تمام. حلو قوي كده، الخطوه دي خلصنا منيها. هنجي بقى للدقيق. هنا عندي قلنا كيلو من الدقيق منخول كويس جدا جدا. هنزل على طول بالخليط بتاعي. شايفين الخليط حلو قوي ازاي؟ اهو. انتي بقى زي ما قلت لك ممكن تضيفي شويه بيكنج باودر، وممكن لا، براحتك خالص، دي اختياري. هنفضل نلم برضو في العجين. هي البيتي فور ما بيتعجنش، البيتي فور والبسكوت ما بيتعجنوش خالص، لا، البيتي فور بيتلم برضو زي البسكوت، تمام. هفضل الم في العجينه كويس جدا لغايه لما الدقيق ده كله يختفي، تمام. وطبعا كل دقيق، نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني، يعني انت ممكن تحتاجي دقيق، ممكن ما تحتاجيش، براحتك على حسب القوام اللي انت هتوصلي له، تمام، وهتحسيه بايدك. انا هوريكي دلوقتي القوام المفروض توصلي له، تمام. انا بحاول الم العجينه من غير ما اعجن كويس كده. القوام اللي انا محتاجاه اوريها لكم، تمام. اهو الشكل ده اللي انا محتاجاه، تبقى العجينه طريه معايا بالطريقه دي. هنا قسمت العجينه الاتنين، تمام، عشان العجينه التانية هحط عليها كاكاو. العجينه اللي هحط عليها كاكاو بقى هحط معلقتين من السمنه، تمام، عشان خاطر اطري بيها العجينه، عشان هحط معلقتين من الكاكاو. لو انا ما بحبش احط حليب، ممكن تضيفي حليب براحتك، يعني ممكن تضيفي معلقه من الحليب، بس انا بحس ان الحليب بينشفها. جربته قبل كده ونشفها مني، فانا اكتفيت بمعلقتين السمنه عشان تطلع معايا دايبه كده وحلو. وخلي بالكم انتوا لو عايزين مثلا ان البيتي فور بتاعك يطلع ناشف شويه، حطي
بيضتين كاملين، 3 بيضات كاملين. تمام. لكن انا عشان عايزاه دايب فحطيت 2 صفار وبيضة كاملة، مش 3 بيضات كاملين ولا اي حاجة، لا بيضة كاملة واحدة وحطيت 2 صفار. هنا جهزت معايا العجينة الشوكولاتة وركنتها. جبت القمع بتاع البيتيفور، هو بتاع بلح الشام عادي خالص، انا بعمله بيه البيتيفور والبلح الشام. تمام. بس وحطيت بقى العجينة البيضة الاول اهو، شايفين نزلت بكل سهولة ازاي. انا عدلت الصينية بقى عشان تبقى شايفين كويس، وبتنزل بكل سهولة. هي كده العجينة معايا مش ناشفة، العجينة طرية، فبتنزل معايا بكل سهولة خالص من القمع بتاعي اهو. بسم الله ما شاء الله. بجد كانت ناجحة جدا، ولا بقى مكنة ولا ركب ولا اعمل ولا باظت ولا الاشكال ولا اي حاجة. الشكل ده حلو قوي. هنحط عليه شوكولاتة وهنحط عليه فورماسيلا ومربى، وهيبقى احلى بيتي فور ممكن تاكلوه تعملوه لعيالكم واطفالكم. بجد حلو جدا وما خدش اي وقت معايا. دي كده الصاجة البيضة. تمام شايفين، وبجد بيرمي معاك، يعني الكيلو ده بيرمي كمية حلوة قوي. هنا بقى جبت العجينة بعد ما خلصت العجينة البيضة. عجينة البني برضو هنعملها بنفس الشكل ده. تمام اهو، بتنزل معايا بكل سهولة بجد. يعني القمع ده اسهل حاجة في الحياة ممكن تعملي. البيتيفور، البسكوت طبعا العجينة لو عايزاها في البسكوت بتخليها اطرى شوية عشان تنزل معاكي يعني بسهولة. لكن انا بصراحة في البسكوت بحب المكنة بتاعت البسكوت، لكن في البيتيفور انا بحس ان القمع اسرع بكتير قوي من المكنة اهو. شايفين شكلها حلو قوي ازاي، وكمان لما تطلع من الفرن وتنفش كده وتبقى شكلها احلى. زي ما قلت لكم، باكد لو عايزينها البيتيفورة بتاعتك ناعمة ودايبة حطي صفارين بيض على بيضة واحدة بس كاملة. لكن لو عايزاه ناشف شوية هو هيطلع ناعم وكل حاجة، بس مش زي ما انت تحطي صفرين. عايزاها ناشفة شوية عامله زي البسكوتة كده، فحطي 3 بيضات كاملين. هنا دخلتها الفرن على نار وسط من فوق ومن تحت، مش هادية خالص، لا نار وسط كده يعني كويسة، لغاية لما استوت معايا واخدت اللون الجميل ده من تحت وعرفت ان هي استوت. شايفين دايبه ازاي؟ بجد كانت حلوه قوي كانك بتاكله غريبه كده، حلوه جدا جدا جدا. بتسيبيها بقى تهدى تماما تحت المروحه. تمام، اهم حاجه تسيبيها تبرد تماما. تخلصي الكميه كلها. بعد كده انا حطيتها فرشت قماشه كده او فوطه على صينيه، وبعد كده حطيت الكميه كلها تحت المروحه اهي. دي الكميه كلها بتاعه الكيلو، بجد كانت حلوه قوي ورمى معايا عشان هي بيبقى صغير كده وبيبقى حلو. سبتها يبرد خالص. بعد كده هنعمل مع بعض الحشو على ما يبرد. تمام. انا بوريكم الاشكال ان هي طلعت جميله جدا. هنا بقى الحشوه بتاعتي. عندي هنا المربى اللي احنا عاملينها في البيت. تمام. تمام اهي دي المربى اللي احنا عاملينها في البيت. وكمان عندي شوكولاته انا مسيحاها على حمام مائي. تمام. جبت الشوكولاته قطعتها قطع صغيره في طبق، حطيتها في حله فيها ميه مع معلقتين زيت وخلاص. دي الشوكولاته البيضاء والشوكولاته البني سيحتهم بنفس الطريقه على حمام مائي. ودي فورماسيلا اشكال. تمام، اشكال والوان مختلفه. بس كده بجيب بقى بسكوته من البيتيفور بتاعي اهو. جبت واحده بيضه وواحده بني مع بعض، وبعد كده عصتهم في حطيت نقطه من المربى لزقتهم، بعد كده عصتهم في الشوكولاته. وده ورق زبده انا حطاه برص عليه الشوكولاته عشان خاطر ان هي تنشف معايا. ما ينفعش ترصي فوق بعض الشوكولاته مره واحده، لا رصيهم على ورق زبده كبير عشان لغايه لما ينشف، على ما تخلصي الكميه كلها يكون نشف. وبعد كده بترصيه في علبه عندك وبتغطيه. هنا برضو حطيت فورماسيلا. تمام اهو. ممكن تعمليها بالمربى بس من غير شوكولاته خالص، يعني بتطلعي المربى من الجناب وتحطيه في الفورماسيلا بتاعتك عادي خالص. تمام. هنا بقى عصتها شوكولاته بيضه وحطيتها برضو ساده كده. بعد كده هنا بقى هعوزها في الشوكولاته، هحطها في الشوكولاته الدارك البني. وبعد كده هحطها في الفورماسيلا برضو. شكل جميل جدا بجد، اشكالهم كان حلوة قوي
وطعمهم كمان كان جميل جدا جدا. يعني انت لو استليتي كده بعد الفطار وعملتيهم بجد حلو قوي، وهتقعدي بقى تاكلي فيهم وانت بتعمليهم كده، جميل جدا. جربوها بجد بنفس المقادير دي، هتطلع معاكم دايبه دايبه دايبه. وانا بفضل في البيتيفور ان انت تضيفي يعني الصفار اكتر من البيضه الكامله عشان يطلع معاكي دايب، يعني ميطلعش كانك بتاكلي بسكوت، لا. خلاص هنخلص الكميه كلها بنفس الطريقه دي. اهو ورق الزبده، انا رصيت الورق على ورق الزبده، لما اللي بينشف بشيله وبحط تاني. تمام، ده كان لسه منشفش فمستنيه ينشف عشان اشيله. اهو بترصيه جنب بعض كده، بعد كده بترصيه بقى في طبق التقديم عندك او في علبة، وبعد كده بتاخدي منيه زي ما انت عايزة. تمام، وبألف هنا وشفا بجد. بسم الله ما شاء الله. شكله جميل جدا، ومقادير بجد طلعت مظبوطة. انا هكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف. هنا قدمته في الطبق ده. طبعا انا رصيت الكمية كلها في العلبة، بس قلت اوريه لكم في الطبق. شايفين شكله؟ شايفين الشوكولاتة شكلها حلو ازاي السادة اللي من غير الفورماسيلا؟ شكلها حلو جدا، وكان ونشف على طول ما تأخرش. وبجد كان طعمه حلو، كان دايب. شايفين الذوبان بتاعه؟ دايبة جدا كأنك بتاكل قريبة كده. بجد حلوة قوي، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وقولوا لي رأيكم في التعليقات برضو. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش بقى في اللايك بتاعكم الجميل، والاشتراك بتاعكم اللي بيدعمني دايما. واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.